يا أهلا بكل محبين قصة فيلم. صلوا على النبي في بداية الكلام، وقبل ما نبدأ هفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش يشترك معانا ويفعل الجرس عشان يتابع ملخصاتنا الجديدة. وطبعا مستني أعرف رأيكم في التعليقات عشان بتفرحنا جدا. ويلا بينا نبدأ فيلم النهاردة. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع الأختين ساندرا وبيكي وهم عايشين سوا في نفس البيت، وساندرا بتحضر شنطتها ومستنية براند حبيبها عشان هيروحوا يقضوا أجازة نهاية الأسبوع في كوخ في الغابة، والكوخ ده هو المكان اللي براند اتولد فيه وتربى فيه. وبيكي بيكون معترضة ان اختها تطلع رحلة مع شخص يا دوب تعرفه من كام شهر وعرفته من على النت، ولكن ساندرا بتكون واثقة فيه. وبراند بيوصل وبياخد ساندرا وبيمشوا هم في طريقهم، بيحكي لهم عن المكان وبيأكد لها ان هي هتحبه. وهما ماشيين ساندرا بتنزل عند البنزينة عشان تستخدم الحمام، واول ما بتدخل الماركت مش بتلاقي حد، وفجأة بيجي من جنبها كارل وده اللي شغال في المكان، وبيكون مفكرها عاوزة تسرقه، بس هي بتفهمه انها جاية عشان تستخدم الحمام، وبتديله $5 عشان بيقولها ان دخول الحمام للزبائن بس. وبعد ما بتخلص بيديها ساندرا $5 بتوعها، بس هي بتقول له انها مش عاوزاه. وكارل بيسألها هي هتقعد قد ايه وهي خايفة منه، وبتقول له انها هتقعد الاجازة كلها، وبيسألها هتقعد فين بالظبط، وبتقول له انها مش عارفة بس هتقعد في كوخ مع حبيبها، وحبيبها صياد. ولما بترجع العربية لبراند بتحكي له عن الراجل ده، وبتلاقيه جه وراها وبرضه عاوز يديها الصندل، ولكن براند بيقول له انها مش من هنا وانها مش هتحتاجه. وساندرا بتقول له انها ممكن تديه لاي حد ممكن يكون عاوزه. وكارل بيقول لبراند انه سمع انه صياد، وبيعرفه كمان ان هو صياد زيه، وبراند بيقول له ان الصيد في الوقت ده مش بيكون حلو. وكارل بيبص على ساندرا وبيقول له بس على حسب انت عاوز تصطاد ايه بالظبط. وبراند بيقطع الكلام معاه وبيشكره على الصندل، وبيقول له ان هياخدوه هم راجعين. وساندرا بتكون مقلقه من كارل، وبعدها بيوصلوا للمكان اللي في وسط الغابه، وانهم مش عارفين يدخلوا بالعربيه وهيكملوا الطريق مشي. وساندرا بتقول لبراند انها هتكلم بيكي اختها عشان تطمنها انها وصلت، بس براند بيقول لها ان مفيش هنا ارسال ولا تلفزيون ولا نت. وفي الوقت ده بيكي بتكون بتحاول تكلم ساندرا، وطبعا تليفون ساندرا بيكون مقفول، فبيكي بتسيب لها رساله صوتيه وبتعرفها ان تليفونها باظ وجابت واحد جديد ومحتاجه الباسورد بتاع الواي فاي. واول ما تسمع رسالتها تكلمها وتطمنها عليها. وبراند وساره بيدخلوا البيت وهي بتشوف صوره مامته وبتعرف انها متوفيه، ولما بتساله عن باباه بيقول لها انه شغال بيبني بيت جنبهم على بعد ساعتين، وبالليل بيخرجوا وبيولعوا نار وبيقعدوا بره. وبراند بيدخل يجيب حاجه من الكوخ، وساندرا بتشوف حد ورا شجره وبتكون مرعوبه. ولما بيرجع براند بتقول له انها شافت حد، بس هو بيأكد لها ان مفيش اي حد موجود، وبيفضل ينادي ومفيش حد بيرد عليه، وبيقول لها ان اكيد حيوان من حيوانات الغابه. وتاني يوم الصبح ساندرا بتكون صاحيه من بدري، وبتقول لبراند انها ما عرفتش تنام طول الليل بسبب الاصوات اللي كانت بتسمعها، وكأن في حد ماشي في البيت، وهو بيفهمها انها بس محتاجه انها تتعود على حياه البريه. وبنزلوا بعدها عشان يصطادوا، وساندرا بتسيب شنطتها على جنب وبيقفوا شويه، ولما بتبص عليها تاني مش بتلاقيها، وبتقول لبراند ان الشنطه فيها كل حاجه، تليفونها وهدومها والاكل بتاعهم. فبيقول لها طالما الشنطه كان فيها اكل اكيد حيوان الغرير هو اللي اخذ الشنطه عشان يطلع الاكل اللي فيها، وكانت برضه قلع الكوتشي بتاعها وبرضه ما لقيتهوش. وبراند بيقول لها ان حيوان الغرير بيحب الجزم، وبيفكرها انه حذرها ده من اول يوم وصلوا فيه، وهي بتدور على الشنطه بتقع ورجلها بتتعور. وبيرجع على الكوخ، وساندرا بتطلب منه انها تروح بدري عن الوقت اللي كانوا متفقين عليه، وبيقول لها ان هم خلاص هيرجعوا بعد بكره، فبتطلب منه ترجع للبنزينه عشان تاخد الصندل اللي كارل كان عاوز يديهولها. وبراند بيفاجئها انه كان عاوز يروح للعربيه، بس افتكر ان مفتاح العربيه شيلها في الشنطه اللي هي ضاعت، فبتطلع تاني تدور على الشنطه، بس هو بيقول لها انها ترجع عشان اصابه رجليها، وبكره هيدوروا على الشنطه براحتهم. وبيرجعوا الكوخ وبيعرفها ان هم محتاجين اكل وميه ومأوى عشان يقدروا يفضلوا هنا، والثلاث حاجات موجودين، بس لو طلعوا من الكوخ هيفقدوا الثلاث حاجات دول. ساندرا بتقول ان هم كده هيفضلوا محبوسين ومحدش هيدور عليهم. بيقول لها ان اختها وفي شغلها اكيد هيحسوا انها محتاجه مساعده، وهيبداوا يدوروا عليها لما يلاقوها ما رجعتش. وساندرا بتفهمه ان بيكي ما تعرفش مكانها اصلا، وبيطمنها انه اكيد ابوها هيجي في الاخر، وبتكون مستغربه هو ازاي مش قلقان وبيتعامل بهدوء، بس براند بيكلمها بالراحه وان هو مبسوط عشان هيتحبس معاها في الغابه وهيفضلوا سوا. وساندرا بتقول له انها متاكده انها شافت حد في الغابه الليله اللي فاتت، واكيد هو اللي سرق الحاجه بتاعتها. وبراند بيفهمها ان ده مكانه من وهو صغير، ولو في حد في المكان ده اكيد هيكون عارف، فبتطلب منه ساندرا انه يوعدها ان لو حصل لها اي حاجه غريبه هيمشوا من المكان. وبراند بيوافق وبيقول لها ان هو اتعلم الحكمه من ابوه، وانها مش هتكون مغامره لو مفيش حاجه فشلت. وبنشوف كارل وهو في الغابه، وبتكون جنبه الشنطه بتاعت ساندرا، وبيكون معاه بندقيه صيد. والصبح براند بيقول لساندرا ان عنده خبرين، واحد حلو والتاني وحش، وان الخبر الوحش هو انه راح عند البحيره اللي كانوا عندها وما لقاش الشنطه ولا لقى المفاتيح، بس الخبر الحلو ان فيه هدوم هنا وجزم بتاعت مامته ممكن تقدر انها تلبسها. وبيقول لها انه هياخدها المكان المفضل ليه من وقت طفولته. ولما بيوصلوا المكان بتساله كان بيجي هنا يعمل ايه، وبياخد اداه حاده بيستخدموها في صيد الحيوانات وبينشلها على الشجره اللي قدامه. وبيقول لها ان ابوه هو اللي علمه، وكمان طول فتره شبابه وهو بيصطاد. وبالليل بيتعشوا قدام الكوخ، وبراند بيحكي لها ان في مره كان قاعد هو ومامته وظهر ليهم اسد،
وان مامته عشان تحميه كانت بتعمل صوت زئير كانها حيوان بري لحد ما الاسد هرب، وعلشان كده هو بيشوف امه انها ست قويه جدا. وبعدها بتدخل ساندرا عشان تنام وبتسمع صوت براند وهو بيتكلم مع حد، فبتطلع عشان تشوفه لكنها مش بتلاقيه، وبتلاقي واحد بيجي ناحيتها، ولما بتجري بتتخبط في شجره في دماغها، ولما بتفوق الصبح بتكون دماغها اتصابت، وبتلاقي براند معاها وبتحكي له انها الليله اللي فاتت شافت حد تاني، وبتقول له ان هم لازم يمشوا من المكان. وقتها بيدخل راجل عليهم وبيقول لها ان ده ابوه وان اسمه لانج، ولانج بيقول لبراند انه كان صح لما قال عليها انها تشبه مامته، وان ساندرا افضل من اللي كانت قبلها، وبيساله لو هو متاكد انها تقدر تتحمل، فبراند بيقول له انها هتقدر تتحمل، وساندرا بتكون مش فاهمه بيتكلموا عن ايه، ولانج بيقول لابنه ان هم هيخلوها تبدا، ولانج بيقول لساندرا ان براند كان بيدور على واحده تعيش معاهم لان البيت محتاج واحده قويه وتستحمل انها تعيش في المكان ده. وبيبدا لانج يحكي لها ان في مره واحده حبت تهرب منهم فوقعت من على الشجره ورقبتها اتكسرت وماتت، واللي قبلها على طول كانت بتحاول تهرب كل شويه لحد ما هو قتلها بنفسه، وواحده تانية كانت بتفضل تصرخ لحد ما قتلها بعدها بساعتين، وان مفيش غير ام براند هي اللي استحملت وعاشت معاهم هنا لحد ما ماتت، ودلوقتي هم محتاجين واحده في البيت، وبيكونوا مكلبشين ساندرا من رجلها في السرير، ولانج بيقول لها لو عاوزه تتعلم ازاي تعيش في المكان ده وهو هيفهمها كل حاجه هتمشي ازاي، وساندرا بتقوم معاه وبيسيب الكلبشات في رجل من رجليها، والجنزير بيكون ممسوك بقفل في الارض، وبيبدا يعرفها يومها هيمشي ازاي، وبيقول لها ان هم مش بيستخدموا الساعات وان هم بيعرفوا الوقت من الشمس، وان هم هيجيبوا لها الاكل وهي عليها انها تعمله، وساندرا بتكون خايفه منه وساكته خالص، وبيكمل كلامه ان هم عليهم ان هم يرمموا الكوخ ويعتنوا بيه، وهي عليها انها تنظفه وتخليه شبه البيت، وبيقول لها انها تخليها فاكره ان ده بيتها وتفتخر بيه، وبيخليها تنظف المكان والحمامات، وساندرا بتتمرمط على الاخر وبتعيط من اللي هي فيه، ولما بيخرجها لانج بره الكوخ بيكون مجنزرها من رجليها وهو ماسك الجنزير بايده، وبيعرفها لو حاولت تهرب هيطاردها، وبالليل هما بيتعشوا بعد ما عملت الاكل ساندرا بتطلب سكينه عشان تقطع الاكل، بس لانج بيضحك وبيفهم اللي في دماغها، وبيقول لها انها لو فكرت تاذيهم هتفضل هنا متعلقه في الغابه ومش هتعرف تخرج لوحدها، وساندرا بتقول لهم انها مش هتاكل، ولانج بيزعق لها وبيقول لها انها تروح تنام في سريره، وهي بتتصدم من كلامه، وبراند بيبص في الارض ومش بيكون قادر انه يتكلم، وساندرا بتبص له بقرف وبتمشي، وفي الوقت ده بيكي بتكون فهمت ان ساندرا في مشكله، وبتكلم الطوارئ وبتقول لهم ان اختها اختفت، بس هي مش عارفه غير انها موجوده في كوخ ومش عارفه حتى موجود فين، وبتقفل معاهم عشان المعلومات دي هم مش هيقدروا يساعدوها بيها، وبيكي بتدور في اللابتوب بتاع ساندرا عشان تعرف مكان الكوخ من كلامها مع براند، وتاني يوم الصبح على الفطار بيسال لانج ابنه عن رايه في ساندرا، وبراند بيشكر فيها، ولانج بيقول له انها لو فضلت كويسه كده هيفك رجلها بعد اسبوعين، وبيرجع يسال ابنه عرف ساندرا ازاي، فبيقول له انه عرفها من على النت، وانه اختارها عشان ما عندهاش عيله ولا اولاد، فبكده مفيش اشخاص كتير هيدوروا عليها، وبيكمل بيقول ان ساندرا مش بتخاف من الشغل الشاق، ولانج بيقول لبراند ان هم هينزلوا يدوروا على العشاء عشان ساندرا تحضره، وبيقول له ساندرا انها تنظف البيت وبعدها ترتاح عشان راسها تخف وده استثناء بس النهارده، وبيمشي لانج وبراند، وبعد شويه ساندرا بتحاول تفك القفل من الارضيه وبتستخدم معلقه، وبتلاقي ان الارضيه خشب وبتبدا انها تتكسر معاها، فبتنبسط ان في امل انها تفك نفسها، بس لانج وبراند بيرجعوا من الصيد وهي بترجع على السرير بسرعه، وبيقولوا لها ان هم يطلعوا يولعوا نار عشان تطلع تعمل لهم السمك، وبيكي في الوقت ده بتوصل عند البنزينه اللي كارل شغال فيها، وبتنزل تدور على حد في البنزينه عشان تستخدم الحمام، بس كارل جوه ومش عاوز يرد عليها، وبترجع العربيه وبتكلم نفسها عشان تتحمس، وبتقول لنفسها انها قويه ولازم تلاقي اختها، وهي بتعدل مرايه العربيه بتلاقي كارل واقف وراها وسامعها، وبنرجع لساندرا وهي بتحاول تفك نفسها تاني لحد ما بتنجح فعلا انها تخلع القفل من الارضيه، وبتشيل الجنزير وبتحاول تخرج من الباب من غير ما حد يشوفها، وبتسمع براند وهو بيقول لابوه ان اكيد ساندرا هتعوز انها تمشي لان الوضع في المكان ده ما بقاش زي الاول، ولانج بيقول له انه شايف ان ساندرا هتتقبل الحياه هنا ولازم يحسسوها ان ملهاش نجاه غيرهم، وعلشان كده هم اخدوا شنطتها، فبراند بيقول له ان باين عليها انها تعيسه واكيد الموضوع ده مش هيظبط، وبيفكروا ان دي المره الرابعه اللي يجيبوا فيها بنت للمكان ومش بتستحمل، بس لانج بيفكروا ان امه نفعت وانها عاشت في المكان ده وكمان كان بتحبه، وبراند بيسال ابوه طالما انتوا الاثنين كنتوا بتحبوا بعض ليه قتلتها، وساندرا وقتها بتتصدم من اللي بتسمعه، ولانج بيتضايق من كلام ابنه، وبيعرفوا ان امه فضلت تزن انها تمشي من المكان، وبيقول له ان هو عارف ان هو اللي زرع الفكره دي في دماغها وهو كده مديون ليه ولازم يجيب له واحده تانية مكان امه عشان هو السبب اللي خلاه يقتلها، وبيفكر ان هو مستحيل يكون ليه اب تاني بس هو يقدر يجيب ابن تاني، وبيفكر يشتغل على ده من بكره، وساندرا لما بتلاقيهم داخلين بتجري مكانها على السرير، وتاني يوم الصبح بتصحى بتلاقي براند بيقول لها ان ابوه خرج وهيغيب شويه، وهم هيطلعوا بره يشموا شويه هوا، وبيفك لها الكلبش اللي في رجلها، ولما بيطلعوا بره بيعرفها انه ما كانش عنده اختيار تاني، وبيقول لها انه عارف انها كانت عاوزه تهرب من حياتها ونفسها تعمل عيله متماسكه وهو هيساعدها انها تعمل كده، بس هي بتقول له ان هو شخص مريض، وبيحاول يقنعها انها مش فارقه مع اختها، وبيسالها هي فين لحد دلوقتي وليه ما جاتش تدور عليها، وبيقول لها ان لو كان هو اللي مفقود كان ابوه عمل المستحيل عشان يوصل له، وبيحاول يقنعها بانها لو فضلت هنا ابوها هيعتني بيها وهيكونوا عيله كويسه، فبتقول له هيعتني بيها وبعدها هيقتلها زي ما عمل مع امه،
فبيقول لها ما تدلوش سبب يخليه يقتلها، وكارل بيكون شايفها من بعيد وبيعرف مكانها، وبراند بيعرفها ان ابوها يغضب لما يعرف اللي عملته في الارضيه، بس هي بتطلب منه ان هو ما يقولوش حاجه، وبيقول لها مش هقول له، بس ده لازم يكون بمقابل انها تعمل معاه علاقه، بس هي بترفض. وفي نفس اللحظه دي بيجي ابوه، فبراند بيكتف ساندرا على الارض وبيقول لابوه انها كانت عاوزه تهرب هو لحقها، فساندرا بتقول له ما يصدقهوش وان براند كان عاوزها تعمل معاه علاقه، فلانج بيشد ابنه وبيساله لو فعلا عمل كده، فبراند بيكذبها وبيقول له يشوف الارضيه هيلاقيها فك السلسله عشان تهرب، فلانج بيقول لهم ان هو مش هيسيبهم تاني لوحدهم وبيضرب براند وبياخد ساندرا وبيحبسها في اوضه خشب صغيره، وبعدها بشويه بتسمع صوت لانج بره فبتترجاه يفتح لها وبتقول له انها هتعمل اي حاجه يطلبها منها، ولما بيدخل لها بيقول لها ان هو عايزها هي، فبتوافق وبيبدا يعملها كويس وبيخرجها من المكان، وبيقول لها ان هو هيمشي براند عشان يكونوا لوحدهم. هي بتقول له انها لازم تبدا تحضر العشاء وهتروح تجيب شويه اعشاب تستخدمه عشان تعمل له السمك اللي عرفت ان هو بيحبه، وساندرا بتحاول تحسسه انها خلاص اتاقلمت، وبيقول لها ان هو هيثق فيها وهيخليها تروح تجيب الاعشاب وهيسيبها ويدخل الكوخ، وفعلا ساندرا جابت الاعشاب وبتقعد مع براند عشان تحضر الاكل، وبتكون رجلها الاتنين مربوطين في بعض وماشيه بالعافيه، وبراند بيقول لها ان ابوه ما ينفعش تكذب عليه، فبتقول له انها عارفه ده، وبيعرفها ان ابوه طلب منه ان هو يمشي وهتفضل معاه لوحدها كذا يوم، وهي بتتعامل معاه كانها متاقلمه ومبسوطه، وساندرا بتكون جايبه فطر سام جنب الاعشاب، وبراند كان معرفها ان الفطر ده فيه سم، وبتكون عاوزه تحط منه في الاكل من غير ما براند يشوفها، وبراند بيقول لها ان هو ضحيه زيه زيها، وبتساله ليه ما سابش المكان، وبيفهمها ان ابوه بقى بيتصرف بطريقه غريبه من وقت وفاه امه، ويمكن يرجع لطبيعته لو كل حاجه رجعت زي الاول، وفي الوقت ده ساندرا بتعرف تحط الفطر في كل السمك اللي بتعمله، وبالليل وهم بيتعشوا لانج بيشيد بالسمك وبيقول لساندرا ان ريحته حلوه، وقتها الباب بيخبط وبيتخضوا، وبيقول لساندرا انها ما تطلعش اي صوت، والراجل اللي بره بيقول لهم ان هو كان عاوزهم يساعدوه في الصيد وانه تاه في الغابه، ولانج بيقول لساندرا ان هم يفتحوا الباب للراجل بس مش عاوزها تتكلم ولا تتحرك من مكانها، ولو عملت ده هيقتلها هي والراجل، وبيفتحوا الباب والراجل بيطلع كارل، وبيقول لبراند انه فاكره من وقت ما كانوا في البنزينه، ولانج بيعرفه على نفسه وبيقول له ان براند يبقى ابنه، وبيقدم له ساندرا على انها مراته، وكارل بيقول لساندرا ان الصندل بتاعها لسه معاه، وبيبص على رجليها وبيلاقيها متسلسله وبيقول لها خلاص شكلها مش محتاجاه، ولانج بيقول لكارل يقعد ياكل معاهم وبيديله الطبق بتاعه، وبنشوف ان براند وكارل بياكلوا بس لانج مش بياكل، وكارل بيحكي لهم ان هو قابل بنت جايه من المدينه وجايه عشان تدور على اختها، فكلهم فهموا ان دي اكيد تبقى بيكي، وبيبدا كارل يتعب ويكح، فلانج بيساله لو حاسس انه بيتخنق، وبيقول لهم ان هم مش عارفين اسم علم للفطر السام بس هم بيسموه فطر الموت، والمفروض ان هو بياخد ساعتين عشان يبدا مفعول السم بتاعه، ولكن كارل صحته ضعيفه عشان كده اثر فيه في وقتها، وكارل بيحاول يشرب عشان يلحق نفسه، وساندرا بتساله فين بيكي، ولانج بيسال مين بيكي، وبراند بيقول له ان بيكي دي تبقى اخت ساندرا، وبيساله هيعمل ايه بعد ما اكل السمك اللي فيه الفطر، ولانج بيقول له ان هيعمل زي كارل، وبيقول له ان ده عقاب ليه عشان خرج ساندرا قبل كده، وساندرا بتقوم وبتقرب من كارل وبتساله فين بيكي، فبيسحبها ناحيته وبيقول لها في ودنها انها تجري بره، واول ما بتيجي تهرب لانج بيمسكها بس كارل بيضربه في دراعه وبيقول لساندرا تجري، وبراند بيهجم على كارل وساندرا بتطلع وبتجري بس رجلها بتكون متأيده، وبتشوف بيكي وبتقول لها ساندرا انها لازم تسيب المكان هنا بسرعه، وهما بيتكلموا بيجي لانج بالمديه هو وابنه وبيرجعهم هما الاثنين وبيسلسلوهم في الغابه، ولانج بيقول لبراند ان هما هيرجعوا الكوخ ويسيبوهم للذئاب هتيجي تاكلهم، وتاني يوم الصبح بيجي لهم لانج وبراند، ولانج بيقول لهم ان ابنه كان قوي وقدر يستحمل الفطر، لكن كارل للاسف كان بيتعذب فاضطر ان هو يقتله، وبيقول لساندرا انها اكيد عارفه انه لازم يقتلها ويستبدلها باختها بيكي، وبراند بيطلب من ابوه ان هو يقتل ساندرا وبياخدها ومعاه الى ده الحاده عشان يقتلها بيها، وهناك بينيمها على الارض وبيقول لها انها المفضله عنده عشان بتفكره بمامته، فساندرا بتتف في وشه فبيتعصب عليها وبيحاول يقتلها بس بتبعده بدماغها، وبتلاقي جنبها حجر كبير فبتخبطه بيها على دماغه لحد ما بيفقد الوعي، وبتاخد منه الاداه اللي كانت معاه وبتقطع الحبل اللي في رجليها، وقتها بيكون لانج بيعرف بيك النظام بتاع حياتهم عامل ازاي، وساندرا بتجري على لانج عشان تضربه على دماغه بس هو بيمسكها وبتقع على الارض وبتقع منها الاداه الحاده فبياخدها هو، فساندرا بتقوم من على الارض وبتقول له انها هتعمل اللي وعدته بيه، وفي الوقت ده بيكي بتفك نفسها وساندرا شايفاها فبتحاول تلهي لانج وبتساله على اسم مراته لحد ما بيكي بتجيب خشبه كبيره من على الارض وبتخبطه بيها على راسه لحد ما بيقع، وساندرا بتقتله بالاداه اللي وقعت منه، وبعدها بيمشوا هما الاثنين في الغابه، وساندرا معاها الاداه الحاده وبيكي معاها البندقيه بتاعت لانج، وفجاه بيلاقوا براند وراهم وبيقول لهم ان ابوها هيغضب منه، وساندرا بتقول له انه مش هيغضب لانها قتلته، وبتقول لبيكي تجري وساندرا بتجري، وبراند بيوقع بيكي على الارض وبيكون عاوز يضربها بالبندقيه بس ساندرا بتلحقه وبتقتله هو، وبيكي وساندرا بيكونوا مش عارفين يخرجوا من الغابه، وساندرا بتحس ان هم خلاص هيموتوا هنا، بس بيكي بتطمنها ان هم مش هيموتوا واكيد هيلاقوا مساعده، وبيكي بتمسك تليفونها وبتقدر تلقط شبكه وبتشغل الجي بي اس وبيعرفوا الاتجاهات اللي هيمشوا عليها لحد ما يخرجوا من الغابه، وبعدها بيوصلوا على كافيه وبيشربوا القهوه، وبيكي بتقول لساندرا انها قالت قبل كده ان ذوقها في الرجاله وحش. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده، ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك،
وما تنساش تعمل اشتراك في قناة قصة فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديدة، وما تنساش تعمل فولو لصفحة قصة فيلم على الفيسبوك، هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.